المفروض بقى تقول له ايه بدل كلمه انا مخاصمك لما يغلط؟ اول حاجه تقولها له تقول له التصرف اللي عملته ده كان غلط علشان كذا. لما انا قلت له التصرف ده كان غلط، انا كده قلت ان التصرف بتاعك هو اللي غلط، لكن انت مش وحش، انت حلو. وكمان قلت له ليه، يعني معنى كده انا شرحت ليه ان الغلط دون ليه غلط. طبعا ابني ممكن مره ينسى افكره، مرتين ينسى افكره، لكن لما الاقي ان ابني متكرر الخطأ ده لازم بقى انا اخد موقف صح، وهو ايه؟ مش ان انا اخصمه، لا ان انا اعاقبه، بس اعاقبه بشكل ايجابي. بمعنى ايه؟ معنى ان انا انبهه واشرح له، وبعد كده اقول له العقاب ايه، وبعد كده لما يغلط اعاقبه واقول له ان انا هعاقبك علشان انا فهمتك ان ده غلط بكل حب، وما رجعش في العقاب تماما. ويفضل العقاب ده يكون حرمان بين حاجه بيحبها فتره قليله. ساعتها هو هيفكر ويقعد مع نفسه ويقول بابا بيحبني وهو قال انا بحبك ولازم اعمل كده عشان اعلمك وافهمك، وهو هيتعلم ان ده